يلا حيهم الأخوة السوريين. احتفلوا، بالغوا في الاحتفال، اخرجوا، ارقصوا، يعني انشدوا، اعملوا كل اللي برزقكم. فالفاتورة التي دفعت كبيرة، والثمن الذي دفعتموه غالي جدا. من حقكم أن تحتفلوا، ولا يلومكم إلا أرامل بشار وأيتام إيران. احتفلوا كيفما أردتم، وليس لأبو أحد حق أن يقول لكم ليش. لم يدفع شعب ما دفعتموه، ولم تتهدم بلد كما تهدمت بلدكم، ولم يلجأ شعب كما لجأتم، ولم يتبهذل شعب كما يعني بهذلكم، ولم يمارس عنصرية ضد أي شعب كما مورست ضدكم. أقلقت الحدود في وجوهكم، ماتوا أطفالكم يعني في الصحاري، في الوديان، في الشعاب، في الحدود، في البحار، في كل مكان. لم يضرب شعب بالكيماوي غيركم، لم تتهدم مساجد أحد، بيوت أحد غيركم، لم يحرق جثث أحد غيركم، لم يطحن عظام أحد غير عظامكم، لم يموت أكثر من 400 ألف واحد مخفي قسرا في السجون إلا يعني أبنائكم وفرزات أكبادكم، لم يغتصب النساء في السجون من جيش من المفترض أن يحميهم إلا أنتم. لهذا الفاتورة كانت كبيرة وعظيمة جدا، ولعن الله من لامكم، ولعن الله من وقف ضد ثورتكم، ولعن الله من أساء إليكم، ولعن الله من رقص على جراحكم، ويلعن روحك يا حافظ، ويلعن روحك يا أنيسة، ويلعن روحك يا بشار، وكل أيتامك وكل أراملك وكل شبيحتك وكل مرتزقتك. ألف مبروك لسوريا وللشعب السوري، وهنيئا لكم هذا النصر العظيم. هذا فتح من يعني فتوحات الله سبحانه وتعالى. لم يعني قرأنا عن الفتوحات الإسلامية وكيف كان الصحابة يفرحوا بهذه الفتوحات، لكننا شعرنا بفرحة الفتوحات بعد فتح دمشق. حسينا بفرحة الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا من قلوبنا فارحين لكم، وحفظ الله الشام، وحفظ الله شعب الشام، وحفظ الله جيشها، وحفظ الله الفاتح الكبير أحمد الشرع. بس هذا حبيت أوصله. بحبكم، محمد عبد الله المسمري، أخوكم من اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية. سلامي، تحياتي لكم.